السلام عليكم يا طباخين، يا رب تكونوا مستمتعين. النهارده بقى هنعمل معاكم احلى فراخ بالصوص الابيض. بقول لكم ايه، صلوا على النبي ويلا نشوف. ودلوقتي هنجيب الفراخ بتاعتنا. ممكن تعملوها، طبعا هي المفروض بتتعمل بصدور، بس ممكن تجيبوا فراخ وتخلوها وتعملوها بالصدور والوراك، بس تطلعوا العظم بتاع الفرخة كله. المهم هنجيب الفراخ بتاعتنا ونبدأ نخليها، وهناخد الصدور بتاعتنا ونبدأ نشرحها زي ما انتوا شايفين كده، عشان التتبيلة تدخل كلها في الفراخ. بعد ما خلصنا تقطيع في قطع الفراخ بتاعتنا كلها، نبدأ نحط عليها التوابل. انا حطيت ملح وفلفل وبابريكا زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما تبلناهم وبعد ما خلصنا الفراخ وتبلناها زي ما انتوا شايفين كده، هنبدأ ندخلها التلاجة لمدة ساعة ساعتين. وبعد كده هنجيب البقدونس بتاعنا وملح وفلفل واتنين مرقة دجاج وست فصوص توم وبصلتين وكوبايتين لبن وقطعة زبدة ومعلقتين كبار من الدقيق وكمان كوبايتين مية. هنجيب التوم بتاعنا ونبدأ نقطعه لقطع صغيرة خالص زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو البصل نفس الكلام، هنبدأ نقطعه لقطع صغيرة عشان هو ده اللي هنستخدمه، هو والثوم، في الصوص الابيض بتاع الفراخ. ونقطع البقدونس برضو. وبعد كده نطلع الفراخ من التلاجة. بعد ما تكون قعدت ساعة او ساعتين هتحسوها اتشمعت كده شوية. وبعد كده هنجيب الصينية بتاعتنا ونحط فيها شوية زيت، ونحط فيها الثوم بتاعنا عشان نشوحه، وننزل عليها بقطعة زبدة ونقعد نقلبهم كويس قوي. وبعد كده نبدأ ننزل بكل قطع الفراخ بتاعتنا في الصينية. ونبدأ ناخد من الزيت اللي عليه توم، ونبدأ نحط على القطع بتاعة الفراخ عشان يشربوا من الزبدة والتوم والتتبيلة اللي محطوطة. وبعد كده نبدأ نقلبهم على الجنب التاني لحد ما ياخدوا لون تشويح كده زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما تشوحوا نبدأ نطلعهم كلهم، وفي نفس الصينية اللي نزل منها بقى المية اللي كانت في الفراخ بالتوابل، نبدأ نحط فيها البصل عشان البصل يشرب من التتبيلة دي وتدي للفراخ طعم حلو قوي مع الصوص الأبيض. ونبدأ نقلب البصل كويس جدا. وبعد ما قلبنا البصل شوية نبدأ ننزل عليه بمعلقتين كبار دقيق ونقلبهم كويس قوي. وبعد ما الدقيق كله يختلط بالزيت اللي موجود في الصينية، نبدأ ننزل بكوبايتين مية ونقلب كويس قوي. نقلب كويس قوي لحد ما نلاقي اللون اتغير وبقى لونه كده مدي على اصفر فاتح شوية. نبدأ ساعتها ننزل بالمرقة بتاعتنا. ممكن نحط واحدة، ممكن نحط اتنين، زي ما انتوا عايزين. انا هنا حطيت مرقة واحدة عشان كنت حاطط ملح. وهبدأ انزل بالليمون بتاعي واقلب الخليط كله كويس قوي. الليمون برضو ده بيفرق قوي في طعم الصوص الابيض. وبعد كده هبدأ انزل بالبقدونس اللي انا قطعته قطع صغيرة واقلبه كويس زي ما انتوا شايفين كده. قلبوا كل المكونات كويس قوي. وبعد كده نجيب كوبايتين اللبن بتوعنا وننزل بيهم على الخليط ونقلبه كويس لحد ما اللبن يدوب مع كل المكونات ويدوا اللون اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بعد ما قلبنا الخليط بتاعنا كويس قوي، نبدأ نسيبه بقى على النار. وأول ما يغلي نبدأ نحط قطع الفراخ بتاعتنا في الصوص الأبيض. طبعا انتوا هتلاقوا الفراخ مش مستوية قوي، هي هتكمل بقية السوا بتاعتها جوه الصوص الابيض، وهتستوي وهتشرب من الصوص الابيض وهيبقى طعمها روعة. زي ما انتوا شايفين كده نزلنا قطع الفراخ كلها في الصوص، وهنبدأ نسيبها عشان الفراخ تشرب من التتبيلة كويس قوي، تشرب من الصوص بتاعها. وزي ما انتوا شايفين كده الفراخ بتاعتنا خلصت، وبدأنا نطلعها في طبق التقديم. زي ما انتوا شايفين شكلها روعة. وطبعا الطعم ما اقولكمش، هتجربوا بنفسكم وتدوقوا. وكده بعد ما طلعناها ممكن تقدموا بقى معاها مكرونة، تقدموا خضار، اي حاجة انتوا عايزينها. وطعمها ما اقولكمش. وبكده نبقى خلصنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي عظمة جديدة بننزلها. شكرا.